باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هتكلم معاكم عن موضوع يتمشى مع الفترة اللي احنا عايشينها. احنا فاضل لنا 15 يوم على نهاية السنة وبداية السنة الجديدة، وعلشان كده هتكلم في موضوع الآباء اتكلموا فيه كتير، وأنا واثق إن كنت سمعتوه كتير، ومع هذا هنعيد ونزيد لأن الموضوع ده مهم أوي. الموضوع ده عنوانه محاسبة النفس، وكيف أحاسب نفسي. أحاسب نفسي إزاي؟ محاسبة النفس هي خطوة تسبق التوبة. محاسبة النفس هي خطوة ما بين حياة وحياة. يعني في ناس لما حاسبت نفسها بأمانة بدأت رحلة تغيير، يعني يبتدوا التوبة يبتدوا رحلة تغيير. والحقيقة محاسبة النفس ليها دوافع كتيرة قوي. يعني مثلا على سبيل المثال أحد الدوافع إنه يكون مثلا في مناسبة زي اللي احنا فيها كده، تلاقوا في مواسم للتوبة، في مناسبات للتوبة. عادة الأصوام بصفة عامة هي فرصة للتوبة، وخاصة الفترة اللي قبل نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة فترة للتوبة. وتلاقوا الاعترافات إيه؟ يعني اللي كان ناسي طول السنة عاوز يلحق يتشعبط في ديسمبر ده. وكمان أسبوع الآلام عند ناس كتيرة قوي بتبقى فرصة للتوبة، وبتبقى الدنيا زحمة قوي. أنا أعتقد إن طول ليلة أبو غلمسيس نص الكهنة بتصلي في الكنيسة وتسبح، ونص الكهنة في مكاتبها بتاخد اعترافات، وبعدين يبدلوا كل واحد يطلع شوية. طول الليل بتبقى الاعترافات شغالة. وممكن يكون الدافع لمحاسبة النفس مرارة مر بيها الإنسان. يعني إيه مرارة؟ يعني مثلا تجربة، بلاش هقولها بصورة تانية. عارفين الابن الضال وصل لأي مستوى من المرارة إن لا جعان وأكل الخنازير مش لاقيه يحطه في بقه؟ دي مرارة. واحد لاقي حياته اتبهدلت، اتسرقت منه، بيخسر كتير، مفيش بركة ربنا، في حاجات بيقف كده مسؤول. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ لحسن اكون انا ماشي غلط. هو فين ربنا في حياتي؟ ده كل اللي انا فيه ده بسبب غياب الله عن حياتي. فيبتدي بسبب المرارة او بسبب التجربة او بسبب الضربة اللي ربنا بحكمته سمح بيها، اخذ موقف وقرر انه يحاسب نفسه عشان يعدل من سلوكه. وممكن السبب تكون حادثة. يعني في ناس كتير قوي، عندنا ولد لسه كان في فترة التجنيد بتاعته، فترة التجنيد بتاعته يعني نقول 23 سنة تنايح. الحقيقة معظم الدفعة بتاعته كانت بعيدة خالص عن ربنا، عندنا هنا في الكنيسة. بس لما لقوا ان صاحبهم اللي في اوائل العشرينات في حادثة راح، وفي لحظة اجتمعوا كلهم وطلبوا من الآباء ان يبقى لهم اجتماع ولو شهري، وكلهم ابتدوا يعترفوا وابتدوا يحاسبوا نفسهم، او ده بسبب حادثة. او واحدة زي القديسة مريم المصرية اللي كانت عايشة في الخطية وداخلة مع كل الناس عاوزة تتفرج على الكنيسة، كنيسة القيامة، بس وهي داخلة لقت في حاجة بتزقها في صدرها. مرة اتنين تلاتة قالت لا ده في حاجة غلط، ربنا بيقول لي ان انا مرفوضة. فوقفت وقالت لو قبلتني يا رب ان انا اخش بيتك هقدم توبة. وكانت لحظة فارقة ما بين مريم الزانية وما بين مريم السائحة. تصوروا بقى التغيير حصل من الزنا للسياح. وممكن يكون الدافع يحاسب الناس الإنسان نفسه فيها دعوة ربنا وجهها له. يعني إيه دعوة؟ حد افتقده في البيت، أب كاهن وابتدى يتكلم بحماس عن الله ومحبته. أب كان ابتدى يتكلم، أو خادم ابتدى يتكلم على الخطية وآخرتها إيه. فتلاقي الواحد من جوه حس إن الدعوة دي يقول يا سلام، ده النهاردة الكلام كله عليا. أو زي قصة بيلاجيا الزانية اللي دخلت الكنيسة ولقت الأسقف بيتكلم عن التوبة وعن مخافة الوقوع في يد الله العادل، ارتعبت وقررت إنها تتنصر وتبقى مسيحية. إيه ده؟
يبقى في دوافع لمحاسبة النفس. زي ما اتفقنا، ممكن تكون مناسبة، ممكن تكون حادثة، ممكن تكون تجربة، ممكن تكون دعوة من الله. بس الحقيقة عشان أكون أمين معاكم، بالنسبة للإنسان الروحاني الحقيقي لا محتاج مناسبة ولا محتاج حادثة ولا محتاج تجربة ولا محتاج مرارة، لأن من غير ما حد يقول له ولا من غير ما حد يفكره، هو عايش طول النهار بيحاسب نفسه على كل همسة لا ترضي صلاح الله. وماله، هنعتبر نفسنا من هنا أو من هنا، سواء من الفرقة الأولانية اللي مستنى حادثة أو مستنى حادث، أو من الفرقة التانية اللي هم أولاد ربنا. إحنا كلنا محتاجين نحاسب نفسنا على قد ما نقدر، ويا ريت يكون كل يوم. لكن عشان إحنا في موسم، هناخد دلوقتي درس تفصيلي إزاي للي عمره ما حاسب نفسه يحاسب نفسه. لأن في ناس بتيجي تعترف ويجي يقول لي بص يا ابونا أنا مش عارف أقول لك إيه. أول ما يقول لي مش عارف أقول لك إيه، دي معناها إنه إيه؟ ما عادش وحاسب نفسه. طيب النهارده بقى هنبقى الكلام بتاعنا درس تطبيقي. عارفين اللي بنحاول نشرح نحل المسألة مع بعض على السبورة؟ أو ده اللي هنعمله. هتعلم أنا وإنتم إزاي نحاسب نفسنا. الأول في حاجات لازم نعملها قبل محاسبة النفس. هقول الحاجات دي. أول حاجة ورقة وقلم. تجيب إيه؟ ورقة وقلم، لأن عادة الحساب اللي مش مكتوب بيتنسي. انتوا عارفين التجار يأيدوا على بعض. يعني لو أنا بقال وبجيب لبن وبجيب جبنة وببيع، بأيد على كل تاجر أنا استلمت منه قد إيه، دفعت له قد إيه، فاضل له قد إيه، صح؟ لو أنا اعتمدت على الذاكرة إيه اللي هيحصل؟ هنسى، كله هيتنسي. فمن فضلك لو عاوز تحاسب نفسك، احنا بنتعلم بقى KG 1 محاسبة النفس، KG 2 محاسبة النفس. هات ورقة وقلم وقسم الورقة دي بالطول 2، أو قسمها بالعرض فوق وتحت. يعني تقسمها يمين وشمال أو فوق وتحت. هنقسمها وبس، وهنشوف ليه هنقسمها جاية في الكلام. الحاجة التانية، ارفع قلبك بالصلاة. وانت بترفع بقلبك بالصلاة هتقول آيتين. الآية الأولى بتقول اكشف يا رب عن عيني الغلام. يعني إيه؟ فتح يا رب عيني. والآية التانية أرجوك اسمعها، بتقول تكلم يا رب فإن عبدك سامع. يبقى الواحدة الأولانية اكشف عن عيني الغلام، التانية ليه بقول له يا رب فتح عيني وفتح وداني عشان اسمعك؟ ليه؟ حد عارف ليه؟ لا ليه بقول له فتح عيني؟ لان انا مش شايف كل خطاياي. وفتح وداني عشان اسمع صوتك. مش انا كل مره بقول لك التي صنعتها بارادتنا وبغير ارادتنا، والتي فعلناها بمعرفه وبغير معرفه. انا مش عارف يعني ايه بغير ارادتنا، ولا عارف يعني ايه بغير معرفه، بس بعملها. بس انت شاور لي عليها، لان في خطايا كتيره قوي انا بعملها ومش عارف انها خطيه. قد تكون بقت عاده، قد تكون بقت طبع، قد تكون من كتر ما عملتها ضميري بطل يوجعني عليها. فتعالى انت بروحك القدوس هتساعدني زي دكتور معاه جهاز سونار وتطلع لي اللي انا مش شايفه جوايا. يبقى الايتين ايه؟ اكشف عن عيني الغلام، تكلم يا رب لان عبدك. وخلي بالكوا هيشاور لو انت عاوزه يشاور فعلا، وهيكشف وهيفضح لو انت عملت كده. قلنا اول حاجه ايه؟ ورقه وقلم. تاني حاجه ايه؟ ايتين هنقولهم، اكشف وتكلم لان عبدك سامع. تالت حاجه اكتب 3 حقائق. اكتب في الورقه كده، يعني حتى لو انت ما حاسبتش نفسك ومش عارف تكتب دلوقتي، مش عامل حسابك تكتب، اسمع الكلمه دي تاني واعمل اللي موجود فيها بالظبط. هتكتب 3 حقائق. الحقيقه الاولى، الله حنين ورحوم جدا. حنين، حنيه، ومراحمه واسعه ولا يوصف لها عدد او حجم او مقدار.
الحاجة التانية الحقيقة اللي انت لازم تكتبها، ان المسيح بيحبني ومش عاوز غير خلاصي. انتوا واخدين بالكم انا كل ده بجهز نفسي، انا لسه ما ابتديتش، انا هبتدي اقول لكم نحاسب نفسنا ازاي، بس قلت نمرة واحد ايه؟ ورقة وقلم، تقسمها كده او تقسمها كده. 2، هنقول ايتين: اكشف واتكلم. اكشف لي وكلمني وقول لي ايه اللي جوايا. انا عشان موضوع محاسبة النفس ده ممكن يقلب مع بعض الناس بصغر نفس، زي بعض الناس ما فتحت كتاب اسمه دلال محاسبة النفس، كان موجود في كتاب اسمه بستان الروح الجزء الأول المتنيح الأنبا يؤنس، هتلاقي فيه 300 خطية، بيقول لك خطايا الحواس، خطايا اللسان، خطايا اللي مش عارف مين، خطايا اللسان دي 10، خطايا الودان دي 10، خطايا العين 10، خطايا القلب 10، خطايا الصوابع 10. تحس تلاقي نفسك ده انا لو عشت العمر كله بلاها توبة نكمل لنا يومين على الأرض ويحلها ربنا بقى فوق. هتلاقي نفسك كده. ليه أنا بقول لك الآيات دي أو الحقائق دي؟ نمرة واحد، إن ربنا حنين ورحوم. 2، المسيح بيحبك. 3، في قول آبائي، قالوا أحد الآباء: لا توجد خطية تغلب محبة الله للبشر. ده أب من آباء البرية قال كده: لا توجد خطية تغلب محبة الله للبشر. يبقى أنا عملت إيه؟ طمنت نفسي إن أنا صحيح رايح أقف قدام الديان العادل، بس هو في حاجتين: حنين قوي ورحوم قوي أكتر من أي حد في الدنيا. 2، بيحبني قوي وبالتالي هيسامح ولا مش هيسامح. ده في حاجة كمان أخطر، إن مفيش خطية تغلب دمه، ده دمه هو اللي يمحو أي خطية. اكتب ال3 حقائق. انتوا ماشيين معايا ولا الموضوع عشان نظري قوي تهتوا مني؟ احنا قلنا نمرة واحد هعمل ايه؟ ورقة وقلم. 2، ايتين: اكشف واتكلم عشان اسمع، فإن عبدك سامع. 3، هتقول ايه في 3؟ اكتب 3 حقائق. نمرة واحد حنين ورحوم، 2 بيحبني ومات علشاني، 3 لا توجد خطية تغلب محبة الله للبشر. اتفقنا؟ اطمئنيت زي واد سرق قلم رصاص وعارف ان ابوه لواء وشديد قوي، فبيقول لا بس بابا بيحبني اروح اقول له وامري لله، وبابا حنين جدا، مش يعني حتى لو يعني قرص ودني عشان هو بيحبني، وبعدين مفيش حاجه في الدنيا اعملها هتخليه يبطل يحبني. اطمئنيت لان اللي جاي مش قليل. هنحاسب بقى نفسنا. اتفقنا على ال4 خطوات اللي فاتوا دول. نبتدي بقى نتكلم في الجزء الثاني. لا، ناقص نقطة، النقطة الرابعة. وانت بتحاسب نفسك خليك وكيل نيابة مش محامي. احفظ دي. وانت بتحاسب نفسك خليك وكيل نيابة مش محامي. ايه الفرق بين وكيل النيابة والمحامي؟ وكيل النيابة بيثبت الإدانة، والمحامي طيب هقول لكم على حتة قول حلو قوي، حطوه في ودانكم حلقة لغاية آخر يوم في حياتكم. لما الإنسان يجي يتوب أو الإنسان يجي يحاسب نفسه، أنت عندك 2 options: يا أنت تدافع عن نفسك أمام الله فيصير الله الديان ووكيل النيابة، يا إما أنت تدين نفسك فيصير الله المحامي عنك ويشيل كل خطاياك. مش أنا اللي قلت كده، ده كانت وعظة زمان قالها نيافة الأنبا من يمين مطران المنوفية، ربنا يديله الصحة. قال كده، قال لما تيجي تحاسب نفسك أو تتوب حاجة من الاتنين: هتبرر خطيتك وتقول معلش بقى هو يعني ما كله كده، هو جت عليا أنا يعني، كله بيباص، كله بينم، كله بيخبص، كله بياخد رشوة. يعني أنت بتدافع عن نفسك تدان. تقول له أنا خاطي وغلبان وواقع واستاهلش ان انا اكون ابنك، يقول لك لا ما تقولش كده، تقولش كده، اوعى تقول اجعلني كاحد اجرائك، ما تطلعش من بقك ابدا، ده انت ابني حبيبي. فهمتوا يعني ايه؟ وانت بتتوب خليك ديان لنفسك يبررك الله، تبرر نفسك يدينك الله. حد فاهم حاجه ولا الكلام صعب النهارده؟ حاسس انه عالي شويه بجد؟ مفهوم كلكم فاهمينه؟ طيب
نشكر ربنا. نكمل. طيب هبتدي بقى احاسب على نفسي. هحاسب على نفسي ازاي؟ على ادي 1 2 3 4 حاجات هنعملهم في محاسبه. احنا كده دخلنا بقى، كل اللي فات ده كان مقدمات عن محاسبه النفس. دلوقتي بقى هنستخدم الورقه والقلم. اول حاجه هعملها مع ربنا، او اول حاجه في حسابي مع نفسي، هقيم علاقتي مع الله. ايه اللي بعمله يزعله، وايه اللي بعمله يفرحه، وايه اللي ما بعملوش يزعله. حد فاهم اي حاجه؟ ممكن هو النهارده الكلام تقيل انا بس بصوا هنشرح حته حته. اول حاجه ايه اللي بعمله يزعله تبقى ايه؟ رد. الخطيه، اي خطيه تزعج قلب الله. الخطيه بتخرج ابنه من دايره القداسه لدايره العبوديه. يبقى اول حاجه واخطر حاجه بتزعل ربنا الخطيه. 2. طيب اكتر حاجه بتفرحه ايه؟ التوبه. طب انا بتوب. طيب انا بعمل فضيله، يعني بجاهد في الفضيله، عايز انمو في المحبه، ولا كل مره انا بقول ما هو اصل في واحد، بصوا يا جماعه، في واحد يروح لابوه يقول ايه؟ لاب اعتراف، على فكره يا ابونا انا بكره بابا. الاعتراف اللي بعده، على فكره يا بابا انا بكره بابا. اوكي، ها ايه تاني؟ لا بكره بابا. بعد 5 سنين عامل ايه؟ بكره بابا. الله، كويس انك انت عاوز تتوب عن كراهيتك لبابا. طب عملت ايه تغير قلبك؟ عملت ايه تصلح العلاقه؟ يبقى الحاجه اللي بتزعل ربنا الخطيه، الحاجه اللي بتفرح ربنا الفضيله. طب ايه اللي ما بعملوش يزعل ربنا؟ امور تانية كنت المفروض اعملها وما عملتهاش. اديكم مثل. واحده شايفه، ده لسه قايلها لكم الوعظه اللي فاتت او اللي قبليها، في علاقتي مع الاخر اللي هي المحبه. شايفه ماما ظهرها مقطوم، وماما جاي وشها اسود، يعني ماما راكبه مترو وبعدين ميني باص عشان توصل لغايه البيت، وجايه تعبانه قوي 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 قوي. بتقول لك يا حبيبتي الوقت زنق، طلعي الاكل من الثلاجه وسخنيه عشان نلحق ناكل على الساعه 4. تروحي رد عليها حته رد في التليفون، تقولي لها لا يا ماما لما انت تيجي احنا كده كده مش مستعجلين ناكل بدري النهارده. انتوا واخدين بالكم؟ اذا كان عن مشكله الوقت، لا معاكي الوقت كله. يلا سخني الاكل. مش انت الفلبينيه اللي موجودانه في البيت؟ مش انت اتجوزتي وخلفتي؟ شيلي بقى البيع. يبقى خلي بالك احنا بنتحاسب على 3 حاجات. حاجه اسمها خطيه، حاجه اسمها فضيله، حاجه اسمها بر ناقص. يعني انت ما اذيتيش ماما بس ما ساعدتيش ماما، لا لازم تعملي دي. عشان كده انا بقسم الورقه يمين وشمال. بكتب الفضيله اللي بجاهد فيها، وبكتب الخطيه اللي مزعله قلب ربنا. يبقى اول نقطه في الحساب علاقتي مع ربنا، بكتب ايه اللي بيفرحه وايه اللي بيزعله. في علاقتي مع ربنا اسال نفسك حاجه كمان، ممارساتك الروحيه شكلها ايه؟ بتصلي؟ الحمد لله بصلي، الحمد لله بصلي. ابونا عارف ان انا مش تقل في الصلاه، فقال لي صلي 5 دقايق الصبح و5 دقايق وخمس، صلي 5 دقايق. طيب وانت بتصلي بتتكلم مع ربنا؟ لا. تعمل ايه؟ بقرا او بسمع. طب حاسس باشتياق لربنا؟ الحقيقه لا، ده من ساعه ما بخش الصلاه ببص في الساعه بقول امتى اخلص. صوري انت جايه تتكلمي معايا وكل دقيقه انا ببص في الساعه. يعني بقول لك ايه، اهو احنا اوقات بنتعامل مع ربنا بالشكل ده. فمن الحاجات اللي تحاسب نفسك في علاقتك مع ربنا، مش انك انت ليك نظام روحي ولا مالكش، انت بتعمله باي كفاءه واي كواليتي. ما انا ممكن اجيب لك عربيه بس من غير موتور. الحب هو الموتور اللي بيننا وبين ربنا في الصلاه. فالعلاقه مع ربنا شكلها ايه؟ قانوني الروحي وتدبيري شكلها ايه؟ ممارساتي شكلها ايه؟ ناوي اوعده بايه؟ وايه اللي وعدته بيه قبل كده ولحسته وما عملتوش وما نفذتهوش؟ يبقى اول دايره اتكلمنا فيها بنتكلم على ايه؟ بحاسب نفسي على ايه؟ علاقتي مع ربنا دي فيها ايه؟ خطيه، وفيها فضيله، وفيها بر ناقص، وفيها قانون روحي، وفيها براجع وعودي اللي وعدتها له وما نفذتش منها حاجه. اكتب
اكتب، لازم تكتب، لأن هي دي عريضة الاتهام، هي دي عريضة الادعاء اللي لما تقف وتتوب عنها ربنا يشيل كل الخطايا اللي فيها. طيب أحاسب نفسي على إيه تاني؟ علاقتي مع الناس، علاقتي مع الناس. هنا بقى هتطلع المصايب، هينكشف قبح قلبي وسواده. كام واحد ما بطيقهوش وليه؟ لو سمحت لي الموبايل. كم واحد ممكن أكون بغير منها كده من واحنا في ابتدائي بنغير منها، اتخرجنا ولسوء حظي اشتغلت معايا في شركة مش عارف مين الاتصالات والمواصلات البتاع، واحنا الاتنين مع بعض، وكل ما بشوفها بتضايق. الله، ده انا بدعي حاجة وبعمل حاجة، انا فاكرة نفسي طيبة وبقول ان انا طيبة، بس في ناس عندي في ركن في دماغي اسمهم بلاك ليست او بلاك ليستد بيبل، اول ما يجي سيرته تلاقيني متعطي كده واتضايقت. علاقتي مع الناس شكلها ايه؟ اصدقاء السوء اللي بيأثروا عليا سلبيا واوقات بيبعتوا لي حاجات وشوتس ما ينفعش ابن ربنا يبعتها لابن ربنا، علاقتي بيهم ايه؟ بحاول اقطعها ولا مستمر وبيجرجروني لتحت؟ علاقتي مع اخواتي اللي في البيت ايه؟ مره بنت كده لطيفه بتضحك معايا بتقول لي انا من كتر حبي في اختي، بتقول لي كده، من كتر حبي في اختي بصلي لها انها تتجوز. هي عايزاها تتجوز عايزاها ترحل. هي طبعا بنت بتضحك معايا، بس تتصوروا اذا كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا ترى؟ مش انا اللي بسأل السؤال ده يوحنا الحبيب اللي سأله. علاقتي مع الناس شكلها ايه؟ مخاصم مين؟ ما بتكلمش مع مين؟ يا ترى بغفر؟ ويا ترى لما بغفر بنسى؟ انتوا عارفين ان في حاجات علمت فيا انا وانا كاهن، يعني في ناس كده علمت فيا، يعني انا مش عارف حكيتها لكم دي قبل كده، ولو كنت حكيتها لكم ارجعها لكم. مره واحده سيده زعلانه، بس انا مش فاكر مين، يا اخت جوزها يا جوزها يا ام جوزها، يعني حد من الفريق التاني، يعني تاخدي بالكم. فهي زعلانه قوي انا لسه فاكر القصه دي امبارح. فبتقول لي ايه؟ بقول لها يلا بقى يعني نسامح ونعدي الامور. قالت لي ما انا لازم اسامح واعدي الامور عشان الحياه تمشي. قلت لها وننسى بقى. راحت لقيتها مره واحده كأن في حاجه قرصتها او قعدت على مسمار. قالت لي ننسى؟ لا. قلت لها ليه؟ قالت لي احنا ستات يا ابونا. حقيقه جديده، يعني حقيقه ما كنتش مكتشفها انها من جنس الستات. قلت لها طب مال الستات؟ قالت لي نسامح ونعدي عشان الحياه تمشي. ننسى؟ لا. صعب. بالرغم ان ربنا لما بيسامحنا بيقول امحوها ولا اعود اذكرها من اجل اسمي، عشان انا اسمي كل حب، فلما بسامح بنسى ولما انسى بسامح. بس احنا ايه؟ ممكن نسامح لكن ننسى؟ نو نو نو. بدليل لو انت واقعه مع واحده من صحباتك وادعيت انك انت سامحتي واوي لاخره، وبعدين راحت جت غلطه جديده فقالت لك انا عاوزين نقعد نتعاتب، تقول لها على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ اطلع الدفاتر؟ يا نهار ابيض، انت ماسكه دفاتر للناس في خطاياها؟ طيب يا شريره، يا اللي ماسكه خطايا اختك، عاوزه ربنا ينسى خطاياكي انت باي وش؟ الغفران في المسيحيه بلا حدود. لازم نغفر، ومش ضروري ان اللي قدامي يعتذر لي عشان اغفر له، ومش ضروري اللي قدامي اعاتبه عشان اغفر له، لان في حقيقه واحده بس، حقيقه ان ربنا سامحني على 10,000 وزنه اللي تساوي 34 طن فضه.
34,000 كيلو فضة، دي 10,000 وزن اللي هو موجودة في متى 18. وانت لما غلطت فيا، مهما غلطت فيا ب100 دينار، يعني ب100 جنيه. طب ايه تعمل 100 جنيه قصاد ربنا اللي بيغفر لك انت 34,000 كيلو من الفضة وزن خطاياك؟ لكن اوقات ما بنغفرش، وفي ناس بنتغاظ منها، ممكن تحت الضعف اتغاظ شوية، بس ده مش مبرر ان ما اغفرش ولا ما انساش. علشان كده وانت بتحاسب نفسك افضح علاقتك مع الناس. بلاش كل ده. التقصير في المحبة. يعني ايه التقصير في المحبة؟ واحدة صاحبتك كانت تعبانة وانت ما سألتيش عليها، ما ده تقصير في المحبة. المسيح قال كنت مريضا فزرتوني. طب انا ما زرتش حد ولا اتصلت بيه، بترجع هي تعاتبني تقول لي ايه كده برضو ما تسأليش عني، مش تتأسفي وتعتذريها وتحضنيها وتبوسيها. قلت لها انا ما كنتش عارف انك حساسة وعقلك صغير كده. دور ما الناس كلها بتاخد ادوار، يعني ايه ده بس. يعني بدل ما ترضيها بكلمة تروحي كبسها في وشها. وبعدين حاجة غريبة قوي، تسأل ابونا، يسألها يقول لها اخبار قلبنا ايه ومشاعره ايه؟ لا، اشكر ربنا في سلام مع كل الناس وبحب كل الناس. تحب كل الناس. يبقى أول دايرة في محاسبة النفس علاقتي مع الله، وقلنا إيه النقط اللي فيها؟ نمرة 2 علاقتي مع الناس اللي حواليا. 3 تالت دايرة طباع فيا بتزعج اللي حواليا ولازم اشتغل عليها. ده هنا ما بقتش خطايا وبس، لا، طباع. في طباع زي مثلا ايه؟ واحد ملهوج. عارفين واحد ملهوج؟ اللي هو نازل نص القميص هنا ونص القميص بره، وبعدين لابس الجزمه سودة بس الشراب فرده بني وفرده زرقاء، وفي كده دخل في خلاط قبل ما يطلع. يعني في كده ملهوج وملخبط وبتاع، والناس بتبقى تعبانه من طريقته دي، بس هو مش عاوز يتغير. يقولوا له يا ابني ده يا ابني بص في المرايه، مش طالبين منك غير انك تبص في المرايه. لا، اشتغل على نفسك. واحد تاني بلاش الملاهوج، واحد كثير الكلام. يا ابني صدعنا، يا ابني صدعنا. الرحمه. نقول له طب اخر حكايه. وبعد ما يقول لك اخر حكايه تقول له خلاص بقى، ما دي كانت اخر، ما قلتلكش اخر نكته. هو مش هيبطل، والناس كله وهو يقول لك انا كلامي كتير. انت عارف يعني انا كلامي كتير؟ يعني انت شخصيه مزعجه. يعني ليه بتقول انا كلامي؟ اصل هو يقولها ازاي؟ انا كلامي كتير بس دمي خفيف. عشان يمشيها يعني. الحقيقه لا، انت شخصيه مزعجه. ففي واحد بيبقى عنده شويه حاجات، واحد مهمل تاني يخش البيت فردة الجزمة الشمال في حتة، وفردة الجزمة والبنطلون في حتة، والقميص في حتة، والشراب في حتة، يبقى عاوز واحد يمشي لقط وراه. طبعا ده متعب. هي صحيح دي مش خطية واضحة، يعني ما فيش حد بيروح اب اعتراف يقول انا بقلع فردتين الجزمة في حتتين مختلفتين يا ابونا، ما حدش بيقول كده في الاعتراف، بس ده طبع متعب لكل اللي حواليك. طب ما تحاول تحسن فيه، اشتغل يا اخي على نفسك. واحد قليل النظام، طول النهار البيت بيدور على حاجته معاه، مدورينه كده بتاع لفات فات وفدله مش عارف كام لفه، 7 لفات. هو ماشي والبيت كله فين النضاره؟ فين ال وتلاقيه هو مضيع الحاجه ويزعق في البيت فين البضاعه؟ طب ما تشوف انت حطيتها فين. مش النماذج دي موجوده برضو؟ ويعني انا مش شايف ان في مشكله. يعني هم البيت اتعمل ليه؟ عشان يدور على حاجتي. يعني كل دول مسخرين عشان يدوروا على حاجتي. الحقيقه لا، حاول تشتغل على نفسك. او دي من الحاجات اللي محدش بيحاسب نفسه عليها. ولما تقول لي يقول لك ده طبعي كده، ده طابع. لا، مفيش حاجه اسمها ده طابع، تشتغل عليه، عشان انت بتتعب الناس دي بطبعك، سواء كلامك كتير ولا ملهوج ولا قليل نظام. في واحد طبعه كمان انه بيضيع الوقت. يعني تلاقيه قاعد على كرسي يتامل في الولا حاجه. يعني هو خلص الباقه والناس كلها دلوقتي نامت، يعني هو خلص الباقه، الباقه دي اللي هي
يعني الانترنت فمش قادر ومفيش واي فاي في حته، فخلص الباقه، فيعمل ايه بقى؟ يقضيها. طب افتح انجيل يا حبيبي، الحمد لله الباقه خلصت، افتح انجيل. وبعدين حد يخش عليه، ما هو شكله في حاله ما، حاله من حالات يعني، دي رؤيه ولا هو شايف حاجه احنا مش شايفينها، يخوف يعني. تقرب منك تقول له هو في ايه؟ يقول لك ما تقطعش حبل افكاري. هو فينه؟ بيفكر في ولا حاجه فعلا. اهو ده حاجه لازم تقدم عنها توبه، لان كل لحظه هنقدم معاها حساب. تعبان قوي نام، النوم في حد ذاته حاجه هتفيد جسمك، لكن واحد بيضيع وقته كده قاعد كده. فاكرين ايام الثوره لما كان في حاجه اسمها حزب الكنبه؟ كان في زمان كده يقول لك حزب الكنبه، ناس كده قاعده تتامل في الموقف السياسي، وكله تحول في وقت في مصر كده الى يقول لك الناشط السياسي. هو كان امبارح بيبيع ترمس، بس النهارده بقى ايه؟ ناشط سياسي. اي حد ناشط سياسي هو شايف نفسه كده محلل الوضع. تفتكر الصين هتواجه امريكا؟ يا عم انت لما تواجه ربنا هتعمل ايه؟ خلينا انت في مواجهتك لخطيتك، ومواجهتك للفضيله، ومواجهتك للابديه، ومواجهه للدينونه، وبعدين نحاسب بقى الصين وامريكا ان شاء الله. قال يعني هو تفكيره هيحل المشكله. ناس مضحوك عليها. بنت، بلاش الولاد يعني، بلاش، عشان بنت ماسكه صوابعها قاعده تفكر في الالوان. وتكلم واحده صاحبتها تقول لها انا بفكر اغير الفستقي واخليه بلاك اند وايت، اي حاجه ما اعرفش يعني. تقول لها لا لا مش حلو. تقول لها تصوري معاكي حق. ربع ساعه تامل برضه. تصوروا كل دي حياه ضايعه مننا سوف نعطي عنها حسابا. ولا حد حاسس خالص، احنا في غيبوبه، مش حاسين بحاجه خالص، مش حاسين بحاجه خالص. طيب بعد ما حاسبت نفسي، احنا اتكلمنا على ايه؟ علاقتي مع ربنا، علاقتي مع الناس، طباع فيا لازم اشتغل عليها، زي اللي قلنا المهرول وزي الملهوج وزي الرغاي وزي 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 وزي. اخر حاجه بقى في النص التاني، سواء انت قسمتها بالطول ولا قسمتها فوق وتحت، في حاجه هتعملها. اكتب بقى العنوان الجديد في النص التاني: تعهدات فمي يا رب باركها. يعني ايه تعهدات فمي يا رب باركها؟ انا لقيت نفسي ان انا عندي ديفكت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. اختار واحد فيهم، قول اتعهد امامك يا رب ان انا مينيمم السنة الجديدة دي هقرا فيها 300 اصحاح بواقع واحد في اليوم، ويمكن اعيا شويه، ممكن اطلع مؤتمرات، ممكن اي حاجه. هيبقى بص يا رب اقبل الحد الادنى، بس انا لازم اخلص 300 اصحاح واكون فاهمهم تفسير خفيف كده. واحد تاني هياخد قرار يقول وعد وعهد عليا يا رب قدامك، مش هنزل من بيتنا قبل ما اقف قدامك واكلمك قدام الصوره بتاعتك اللي انا بحبها، بس ابقى عملت عهد ووعد. عهد ووعد يا رب في وصيه المحبه الناقصه دي. كل يوم هعمل لماما في البيت حاجه صغيره قد كده، حاجه صغيره ان شاء الله، بس افرش سريري واروق دولابي. انتوا عارفين في ناس لما تفتح الدولاب تلاقيه كل اللي في الدولاب وقع عليك. ليه؟ دفس دفس دفس. وعشان تلاقي حاجه تطلع 15 حته ترميها على الارض، وبعدين تلاقي حته وتقول ايه اللي كعبشها كده؟ يا سلام. مين يعني هيكون كعبشها كده؟ هعمل حاجه، بس انا مش هفضل زي ما انا لو جاهدت في كل صوم في خطيه واحده وفي فضيله ناقصه محتاج اعمل فيها حاجه، والصوم اللي بعده بشتغل على عيب في شخصيتي وما بررش عيبي واقول اصل دي تركيبتي النفسيه، اصل ده طبع ما بيتغيرش، لا هتتحسن كتير قوي. استغلوا الفرصه يا ولاد، وخلي الورقه دي بعد ما تكتبها بس بيضها، طبقها، حطها في حته ما حدش يشوفها غيرك انت. وكل شهر
افتحها واقراها وشوف انت ماشي ايه، واقرا التعهدات اللي انت تعهدتها كان شكلها ايه عشان تراجع نفسك عملت فيها ايه وما عملتش منها ايه، فتعمل لنفسك ملحق كل شهر. الشاطر يحاسب نفسه كل اسبوع، والاشطر يحاسب نفسه كل يوم، والمتميز بيحاسب نفسه على كل موقف ويقدم بعديه توبة لله إلى أن يقابل أب اعترافه. أرجوكم يا ولاد، إحنا فاضل لنا 15 يوم وأنا اديتكم روشتة بسيطة. ابتدي بالورقة والقلم وقول يا رب اكشف عن عناء الغلام، تكلم يا رب فإن عبدك سامع. وقسم الورقة وحط فيها 3 دواير: علاقتي مع الله، علاقتي مع الناس، طباعي اللي أنا لازم أجاهد ضدها عشان مزعجة لكل الناس اللي حواليا. وفي الآخر اكتب تعهداتك ووعودك وحاول تطبق حتة حتة حتة. ربنا يديني ويديكم سنة جديدة حلوة تبتدي بمحاسبة النفس، ويوم بعد يوم ننمو في البر والتقوى. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.